في حاجات لما بنسمع عنها بنفتكرها خيال، زي مثلا عبادة الشيطان. ناس بتعبد الشيطان بجد. غريبة دي. الناس دي بتعمل طقوس غريبة وبتشرب دم وبترقص حوالين النار. طب دول مين؟ وظهروا امتى؟ وازاي وصلوا لمصر؟ النهاردة هحكي لكم عن واحدة من اغرب واخطر الحلقات اللي حصلت في التسعينات، حلقة عبدة الشيطان. تعال اقول لك من البداية خالص، يعني ايه عبدة الشيطان؟ عبدة الشيطان دول مش مجرد اسم كده بيتقال على ناس وخلاص شكلهم غريب، لا ده فكر ومعتقد، وناس فعلا بتؤمن ان الشيطان هو اللي بيمنحهم القوة والمتعة، وكمان بيمنحهم الحرية. وفي نوعين منهم. اول نوع ناس بتؤمن بالشيطان ككيان بيتعبد وبيعملوا له طقوس مجنونة، والنوع التاني من الناس ما بيؤمنوش بالشيطان بس بيستخدموا فكرته كرمز للتمرد، يعني مثلا يرفضوا كل حاجة دينية او اخلاقية. ومادام فتحنا سيرة عبدة الشيطان يبقى لازم نذكر اول واحد اسس الفكرة دي. كان واحد امريكي اسمه أنتون ليفي، عمل كنيسة اسمها كنيسة الشيطان سنة 1966 وكتب كتاب كامل اسمه الانجيل الشيطاني. نيجي بقى لظهورهم في مصر. هم امتى ظهروا في مصر؟ ابتدى يظهر عبدة الشيطان ومجموعاتهم في اواخر التسعينات، تحديدا سنة 1997. الاعلام ساعتها انفجر بقضية اسمها عبدة الشيطان. الناس اتفاجئت ان في شباب من الطبقات الغنية بيعملوا حفلات في فيلات في المعادي والزمالك، وبيلبسوا لبس غريب، يسمعوا مزيكا ميتال عالية، وبيرقصوا بحركات غريبة، وحاطين وشوم شيطانية على جسمهم. الحكومة ساعتها نزلت وقبضت على اكتر من 80 شاب وبنت، والتهم كانت غريبة: طقوس جنسية، شرب دم، ورسومات شيطانية، وتقديم قرابين، حاجات غريبة من اللي بيعملوها. الاعلام وقتها عمل زفة والناس كلها بدأت تخاف، لكن بعد كده طلع ان جزء كبير منهم كان بس بيسمع مزيكا غريبة وبيقلدوا ستايل غربي مش اكتر، مش كلهم بيعبدوا الشيطان فعلا. طيب طقوسهم دي عاملة ازاي؟ اللي فعلا بيعبدوا الشيطان بيعملوا طقوس هتخليك تقشعر. بيرسموا نجمة خماسية جوه دايرة ودي اسمها البنتاجرام، بيذبحوا حيوانات كقرابين، واحيانا بيشربوا دمها، وبيعزفوا مزيكا غريبة بصوت عالي، وبيتكلموا بكلام مقلوب او بلغات مش مفهومة. وفي طبعا طقوس بيكون فيها تعري او شغل جنسي جماعي او منفرد بحجة التحرر. وفي حالات شهيرة في اوروبا وامريكا حصل فيها انتحار جماعي بسبب الفكرة دي. ناس كانت مؤمنة انهم هيتحرروا وهيروحوا الجحيم بارادتهم علشان يقابلوا سيدهم الشيطان، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب هم ليهم رموز معينة؟ طبعا ليهم رموز معينة، وهقول لك دلوقتي رموزهم ومعانيها. اشهر الرموز عندهم النجمة الخماسية المقلوبة، دي يعني رمز شيطاني صريح، والماعز اللي بقرون واسمه بافوميت وده رمز للشيطان عندهم، والعين اللي جوه هرم دي رمزها المعرفة المطلقة والشيطان الحارس. الرموز دي بنشوفها على هدومهم واكسسواراتهم، وكتير مننا مش بياخد باله، لكنها في الاساس رموز بتدل على الانتماء للفكر الشيطاني. طيب احنا دلوقتي في سنة 2025 وخلاص داخلين على 2026. هل لسه في ناس بتعبد الشيطان لحد دلوقتي؟ هقول لك طبعا لسه في ناس بيؤمنوا بالفكر ده، بس بقى بشكل اكتر سرية. النت بقى وسيلتهم الاولى، بيجندوا عليه الشباب عن طريق جروبات سرية على مواقع التواصل الاجتماعي او مواقع الدارك ويب. هتلاقيهم بيشغلوا موسيقى معينة مختلفة عن اللي احنا ممكن نسمعها، العاب الكترونية بيكون فيها طقوس عن السحر الاسود. والمصيبة ان في شباب صغير بيتأثر بسرعة ويدخل السكة دي على انها ستايل وتمرد، ويكتشف بعد كده انه مش قادر يطلع منها. انا عايز اقول لكم حاجة: الحرية مش معناها انك تمشي ورا اي حاجة غريبة، ولا التمرد معناه انك تعادي ربنا او تبيع روحك. كل واحد فينا ممكن يعدي بلحظات ضعف او اكتئاب، بس لو ما عندكش وعي هتضيع وهتدفع الثمن غالي قوي. الفكر ده مش هزار، ده طريق اخره ضياع او جنون، وممكن لا قدر الله تموت. ونصيحتي ليك: لو لقيت اي حد بيكلمك في جروب او بيتكلم معاك بشكل شخصي في اي حاجة مش مريحة او عقلك مش مستوعبها، او لو صاحبت ناس بيفكروا بطريقة مؤذية، اهرب بسرعة وارجع لعقلك ودينك واهلك. ولو عجبك الفيديو ده ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، واكتب لي في الكومنتات لو انت عايز حلقة مفصلة كاملة عن الموضوع ده. ولو انت حابب ان انا اتكلم في اي قضية تانية، او لو سمعت قبل كده عن عبدة الشيطان في مكان تاني،